أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا متابعي إذاعة بوير اف ام على الموج 103.5. أيضا للي عم يشاهدونا عبر البث المباشر راديو بوير وبوير عربي. حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا مع ضيف عزيز علينا الدكتور ذياب حمزة العلي، اختصاصي بالجراحة العصبية. اسمحوا لنا رحب بضيفنا لحتى نبدأ لقائنا. مساء الخير دكتور. سلامات، اهلا وسهلا استاذ عماد. مستمعينا إذا حابين تنضموا لنا تأغنوا لقائنا بأسئلتكم استفساراتكم. اليوم ضيفنا أخصائي بالجراحة العصبية ورح نحكي عن خلينا نقول أنه هو الأشيع الحالات اللي بتزور عيادات الجراحة العصبية. هي ألم الفقرات القطنية أو التهاب الفقرات القطنية. الدكتور راح يصحح لنا العنوان أو ما نقيناه لنحكي عنه. شو هن الأسباب، شو شكل العرض، كيف بيكون. العديد من الأسئلة والمحاور حضرناها لنناقش مع ضيفنا الدكتور ذياب حمزة العلي، اختصاصي بالجراحة العصبية. بالبداية لحتى يعرف لنا هالعضو هالفقرات وين مكان تموضعه، آه، بشكل مبسط راح يشرح لنا الدكتور ذياب. تحياتي استاذ عماد وللقناه والمشاهدين. موضوع الالم القطني صراحه هو من الامراض الشائعه كتير، من حيث تواتر المرض يعني ومنتشر بكثره في المجتمع، نعم. وتقريبا في بجميع الاعمار الفئويه. يعني الالام القطنيه ممكن نشاهدها عند الاطفال صغار، ممكن نشاهدها عند سن الشباب وبقمة عمر النشاط الفيزيولوجي، وممكن حتى نشاهدها عند الأعمار الكبيرة أو سن نعم. الشيخوخة. طبعا كل فئة عمرية لها أسباب خاصة فيها. مثلا يعني فينا نجزء بشكل مختصر الأطفال الصغار للعمر 10-15 سنة اللي يكون عندهم آلام قطنية بالعادة بيكون عندهم تشوهات بالعمود القطني. بالنسبة لسن الشباب أو اللي هن بمرحلة النشاط والعمر الفيزيولوجي فينا نقسمهم إلى مجموعتين، هن حوادث السير، تماما. كسور الفقرات نعم. والانزلاقات، بالإضافة إلى فتوق النواة اللوبية أو ما يسمى باللغة الشعبية الديسك. تماما. بالنسبة للكبار بالعمر أو كمان في أسباب خاصة فيهم، أكثر شيء آلام القطنية هي نتيجة ترقق العظام أو نقص الكلس. فبنلاحظ أن أغلبية الكبار بالعمر عندهم تناثر الألم القطني أو ما يسمى بوجع الظهر. طبعا العمود الفقري مؤلف من 33 فقرة. نحن بهمنا موضوع الحلقة هو الألم القطني، يعني هن آخر 5 فقرات القطنية التحتانية. نعم. لأنه أغلبية الحركة والضغط بتكون على الفقرات القطنية، فهي اللي بالعادة تتحمل الجهد والضغط، وأغلبية المشاكل بتصير بالفقرات القطنية تحديدا، إنه صاير ضغط عليها أكثر شيء. بالنسبة لأكثر أسباب الشائعة بالمجتمع صراحة بالنسبة للألم القطني هو الانزلاق الفقري وفتق نواة اللبية. تمام. هذا أكثر شيء نشاهده بشكل يومي، يعني ل5 ل10 حالات بيراجعوا عيادات الجراحة العصبية بقصة الآلام القطنية. تماما. فأشع شيء طبعا مثل ما حكينا ببداية البرنامج هو الانزلاق الفقري أو فتق النواة اللوبية. فتق النواة اللوبية أو ما يسمى بالديسك هو أول شيء بنعرف تشريح الفقرة. نعم. بين الفقرات في شيء اسمه نحن نسميه الحلقة الغضروفية، تماما. اللي هي عبارة عن ألياف كولاجين مادة غضروف، ومن 10 إلى 12 قوس غضروفية، بيناتها في نواة لبية نحن بنسميها، عبارة عن ألياف كولاجين ومواد بروتينية. فنتيجة مرنة، ما هيك دكتور؟ مرنة. نعم. طبعا وظيفة هاي الحلقة الغضروفية اللي هي بتمنع الصدمات بين تماما. الفقرات وبتخفف الضغط. نعم. فتق النواة اللبية في إلى 3 درجات، في أيوة. الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة. أخف شيء هي الدرجة الأولى اللي نحن بنسميه تبارز الغضروفي، يعني هالقرص الغضروفي نتيجة الضغط أو الضربة أو أي حركة بيصير وذمي
نعم. بالقرص الغضروفي، بيتوذم حواف القرص الغضروفي، يعني بيكبر حجم الحلقة، فبالتالي من اللازم بصير انزياح له باتجاه القناة العمود الفقري، فبصير تضغط على النخاع الشوكي والجذور العصبية. تماما. طبعا بالنسبة هاي الدرجة اللي هي تبارز الغضروفي، هذا كتير كمان شعر، وهي أخف الحالات. نعم. وبالتالي ما بتحتاج إلى جراحة قطعا. هي فترة اللي بيكون فيها أعراض عند المريض عبارة عن دواء أسبوع أو أسبوعين مع راحة بالسرير والأعراض تختفي. تستجيب على الأدوية، تستجيب، وهي أخف درجات على الراحة وعلى المسكنات وعلى الاستلقاء لمدة أسبوع أو أسبوعين. المريض بيتحسن وبيرجع لحياته الطبيعية، ولكن تجي على شكل هجمات. يعني بالسنة ممكن تجي مرة أو مرتين حسب إذا تعرض للجهد أو ضغط. الدرجة الثانية بيصير التوذم الشديد، وبتصير أحيانا حتى تشققات بالحلقة الغضروفية. محتوى الحلقة اللي هي هالمواد اللي نحن سميناها النواة الليبية بيصير فيها انزياح باتجاه القناة. تماما. هاي الحالة اللي نحن بنحكي عنها الدرجة الثانية، في قسم من المرضى بيستجيبوا على الراحة والدواء والمسكنات، وفي قسم منهم للأسف ما بيستجيبوا على الراحة والمعالجة، وبالتالي يلجؤون إلى الجراحة. الديسك الدرجة الثالثة، وهي أكثر درجة قوية تعطي أعراض إنه بيصير تمزق بالحلقة اللي فيها تتحطم. المحتوى تبعها كلها بتطلع لبرا، بتفوت على قناة النخاع الشوكي، فنحن بنسميه الديسك متشظي. يعني المحتوى إن الحلقة كله النواة تبعها فايته باتجاه القناة وضاغطة على الجذر العصبي، وبتعمل بالعادة عند المريض أعراض عصبية صارخة قوية. يعني غالبا 90% المريض ما بيستجيب على الراحة والعلاج المحافظ اللي هو الدواء ومعالجة فيزيائية، وهدول الأغلبية الشريحة من المرضى مرشحين للعمل الجراحي، يعني بدهم جراحة. تماما. هذا يعني موجز عن الألم القطني والديسك تماما ومراحله. تماما. دكتور هلا مثل الحالات اللي ذكرتم، دائما بأي أمراض عامل الوراثة دائما ناخذه بعين الاعتبار. طبعا. هل هو متهم دائما مثلا بموضوع الجراحة العصبية أو آلام الفقرات؟ هلا الوراثة ممكن بأي مرض، يعني بتلاقي بجميع المجالات ممكن يكون في أرضية وراثية، خاصة إذا لاحظنا من نفس العائلة أو من نفس الأقارب اللي درجة الأولى، الأخ أو الأخت أو الأب أو الأم، أنه أكثر من حالة أو أكثر من إصابة بالعائلة، فمعناته في شيء وراثي مثل أي مرض، سواء كان أمراض جهاز الهضم، أورام، أمراض حساسية، أو حتى موضوع الآلام الديسك. يعني في كتير عائلات عندنا أكثر من شخصين بالعائلة عاملين عمليات ديسك أو عندهم آلام قطنية. يعني تماما أكيد. دكتور، لحتى المستمعين يستفيدوا من لقائنا، ونحن طبعا هن المستمعين والمشاهدين هن الفئة المستهدفة. هلا بيسمعنا حدا من المستمعين وبيشكي من آلام بالعمود الفقري أو الطرف السفلي، إذا خلينا نسميه مثلا الرجلين أو القدمين أو الفخذين مثلا. هلا لو نحكي عن شكل وآلية الوجع أو الألم كيف بيكون دكتور، وتروية العصب كيف بتكون؟ هلا بالنسبة للآلية المرضية، إنه النخاع الشوكي بمحاذاة كل فقرة، يعني قدام كل فقرة بتفرع منه جذور العصبية. وهالجذور العصبية لها اسم أو ترقيم تاخذ من نفس الفقرة. يعني مثلا الجذر اللي بيطلع من النخاع الشوكي قدام الفقرة القطنية الثالثة بنسميه الجذر القطني الثالث. تماما. اللي بينزل من قدام الرابعة بنسميه الجذر القطني الرابع. وكل جذر عصبي له باحة حسية، يعني مسؤول عن تعصيب الوجه الأمامي للفخذ، الوجه الخلفي، الوجه الوحشي، الساق، ناحية الوحشية، ناحية الأنسية، ظهر القدم وإلى آخره. حلو كتير. الآلية المرضية أنه الجذر العصبي اللي بيطلع من النخاع الشوكي في جذور حسية وفي جذور حركية. تمام. يعني مختلطة. الآلية المرضية أنه بيصير ضغط على الجذور الحسية. تماما. فبتعطي إحساس الألم العصبي، والألم العصبي بطبيعته ألم حارق.
يعني بيجي المريض بيقول دكتور فتره انه رجلي عم توجع، في خدر، في حرقه. فالالم الحارق معروف الم مميز للالم العصبي. تماما. احيانا بيكون كمان مترافقه او بيكون في ضغط على الجذر الحركي. الجذر الحركي هو مسؤول عن تعصيب العضلات. جميل. فبيجي المريض دكتور ما في خدر، ما في حرقه، ولكن اثناء الفحص السريع بنشوف انه عضلات الرجل صار فيها ضمور عضلي. تماما. لما تقارن بين الرجلين اليمين واليسار او ضعف. تقيس له اياها بالبازوره بتلاقي انه في فرق سنتيم سنتيمين. حلو كثير. دليل انه ما في تعصيب، العضله ما عم تشتغل، فالعضو الذي لا يعمل يضمر، فالعضله بيصير فيها ضمور. طبعا مجرد ما صار ضمور عند المريض هذا على فكره بحد ذاته هو استضباب جراحه، لانه بدك تنقذ رجل المريض لأن الرجل عم تنشل. تماما. تماما. فالآلية المرضية انه بيصير ضغط على الجذر العصبي، بيصير وذمة بالجذر العصبي، احتقان بالعود الوريدي، التروية الدموية اللي حكيت عنها، لأنه الجذر العصبي مثل أي عضو بجسم الإنسان في كمان التروية الدموية الشريانية والوريدية. فالدم ما عم يروح وبيجي دوران رادف، فبيصير وذمة بالجذر. الجذر بيخرج من قناة الفقرة للجنب وبيمشي بالثقبة الفقرية، فبيصير احتقان بالجذر وبيورم، فبيعطي الإحساس الوخز والحرق والكهرباء. تماما. دكتور ذياب حمزة العلي، مشاهدينا ومستمعينا وضيفنا بالاستديو، اخصائي بالجراحة العصبية، عم نحكي اليوم عن آلام الفقرات القطنية. هلا انا عم بعتبر حالي دائما دكتور محل المريض. يعني هلا احد المستمعين ممكن يخطر على باله سؤال، دكتور انا دائما بيكون في وجع بخلف يسمى التهاب العصب الوركي، يا ترى شو الفرق بين تماما هذا يعني سؤال كثير كويس. يعني كثير مرضى يعني بيصير عندهم مغالطات وبيخربطوا شو هي الفرق بيناتهم. نعم. التهاب العصب الوركي او ما يسمى بالعامية عرق النساء. تماما. التهاب العصب الوركي هو آلية حدسية التهابية بالعصب، مثل أي عضو بجسم الإنسان بيصير في التهاب. طبعا التشخيص التفريقي كتير مهم بالنسبة لالتهاب العصب الوركي والألم العصب من منشأ الظهر الناحية القطنية ديسك. التهاب العصب الوركي ما بيترافق مع آلام ظهر. لأنه ما في مشكلة بالظهر، لا في ديسك ولا انزلاق. دكتور ما كان في شيء، قعدت فترة طويلة على البرد، أكل برد، حسيت رجلي عم توجعني. يعني من خلال القصة المرضية والأعراض فينا نشخص ما في آلام ظهر، في مناورات، في حركات بنعملها بالفحص، ما في وجع ظهر نهائيا. أما الألم العصبي اللي بيكون نتيجة ديسك بيكون في سوابق آلام قطنية، في وجع ظهر، فترة ارتاح بعدين رجع دكتور فترة كان ظهري عم يوجعني، هلا من جديد بلش ينزل على رجلي، او ما كان في وجع ظهر وهلا صار. يعني بيبين من خلال القصة المرضية والفحص. واحيانا التشخيص النهائي كمان يكون بالطبقي او بالرنين المغناطيسي. بحكي لك قصة صارت معنا. تفضل دكتور. والله من كم شهر جاني مريض من هون من عندنا من المنطقة، من هذول المغتربين. نعم. الزلمة عم يشتغل ببريطانيا والشيف عنده مطعم. تماما. عنده ألم عصبي شديد برجل اليمين، وقال أنا راجعت هذا كمثال يعني راجعت الأطباء ببريطانيا لندن اللي هي عاصمة العلم والتكنولوجيا. تماما. كذا مرة أنه رجلي عم يوجعني ورجلي عم يوجعني، والطبيب ببريطانيا قال التهاب عصب وركي، التهاب عصب. طيب يا أخي التهاب العصب الوركي ما راح يطيب. تماما. يعني التهاب العصب الوركي راحة مع دواء أسبوع 10 أيام في له كورس معين. يعني اجى لعندي المريض فحصته بالمناورات، فحصل المريض عم يشكي من ظهر. والله بعثناه على الطبقي المحوري، ورجع الزلمه يتفاجئ انه عنده فتق نواه لبيه كبير باخر فقره. وحتى يعني ديسك درجه ثالثه الصراحه. قلنا له خير صراحه هذا بده عمليه. والله انا عمليه وبدي يرجع على بريطانيا. قلنا له خير عندك فتق نواه لبيه، هذا تشخيص التهاب العصب الوركي خطا. نعم. ايمت ما رجعت على بريطانيا فينك تعمل كورسات معالجه فيزيائيه هنيك. يعني امور المعالجه الفيزيائيه متطوره اكثر صراحه من عندنا من البلد. نعم. مش الحال مش حال عليك بالجراحه. لانه عندك الزلمه يتفاجئ صراحه شلون عايز. قول والله يا اخي نحن بالقامشلي شخصنا عليك، ليك بالطبق المحوري ببريطانيا شخصوا لك التهاب عصب وركي. هاي في فرق يعني. اكيد الموضوع التشخيص اكيد هو فقره خاصه، اكيد راح نحكي عنها الاجراءات التشخيصيه سواء كان بالفحص السريري. دكتور هيك بموضوع الاعراض وشكله هيك شويه راح نطول فيها، بدك تتحملنا شوي دكتور. نحن حتى لانه المستمعين يستفيدوا، نحن هدفنا مستمعينا يستفيدوا وسلامه المستمعين والمشاهدين. هلا دكتور عادة في ناس بيراجعوا الطبيب
بدون مثل ما ذكرت من شوي خلال سياق حديثك دكتور، ذكرت موضوع انه ما يكون في ألم بالعمود الفقري نفسه، ولكن في خدران او في تنميل بالطرف، نحن بنسميه بالمصطلحات الطبية الوجه الوحشي للفخذ والاصابع الرجلين سواء كان الطرف يعني. مم. فالمريض بيجي بشكوى خدران او ألم او كذا، على شو بيأشر هذا الشيء هذا دكتور؟ هلا الألم العصبي بيجينا المريض انه عنده ألم عصبي. طبعا يعني نحن من خلال القصة المرضية تقريبا 50% بناخذ تشخيص. تماما. المريض لما بيأشر برجله مثلا الناحية الوحشية او الخلفية، بالعادة المريض بيأشر على رجله على بصبعته مكان بيحدد مسار الألم. مسار الألم. فنحن 50% من خلال مسار الألم حتى فينا نشخص أي فقرة. تماما. ذكرت لك بداية الحديث في باحات حسية، نتيجة الخبرة. الجذر القطني الخامس وين مساره، الجذر القطني الرابع أي باحة. فنحن من خلال القصة المرضية، ونحن كتير مهم عندنا بسوريا بنعتمد على القصة المرضية. صح. 50% والفحص السريري. والفحص السريري. نعم. فبنتوجه انه شو القصه. بعدين فينا استقصاءات. يعني هلا بالنسبه لنا بموضوع وجع الظهر في عندنا كثير استقصائين نحن بنعتمد عليهم، هن الطبق المحوري والرنين المغناطيسي. يعني اذا كان المريض نحيف نكتفي بالطبق المحوري، لانه الرنين صراحه بيجي شوي اغلى. نحن بالعاده نبلش بالاستقصاءات الاقل تكلفه بالنسبه للمريض. اذا كان المريض وزنه صح وعنده كرش مثلا، عنده بدان ونسيج شحمي، فصوره الطبق المحوري ما بتكون واضحه. نعم. هو الرنين أفضل. طبعا يعني. الطبق المحوري او الرنين هو اللي يكون الفاصل في التشخيص تماما، حد الأخير يعني. إيه؟ يعني مثلا على موضوع التهاب العصب الوركي، عملنا صورة طبقي أو رنين ما في شيء نهائيا، أو في عنده ديسك صغير ما بيفسر الأعراض، ممكن وقتها نقول إنه مثلا عنده التهاب عصب وركي. أحيانا قد ما يكون التهاب عصب الوركي، أحيانا حتى نلجأ إلى تخطيط الأعصاب. في كتير أمراض بتصيب الأعصاب، اعتلال أعصاب مجهولة السبب. في اعتلال أعصاب بتصير نتيجة تسمم بالرصاص، في كتير مواد كيماوية. وارد جدا. على مثلا عندك أغلبية في شريحة من الناس يعني بتذكر أنا قصة صارت معي بعفرين. شاب بيشتغل بمعمل بطاريات. أيوة. بالبطاريات بيدخل في تركيبة رصاص. فصار معه انسمام بمادة الرصاص، صار عنده هبوط معصب، أزيد عصب كعبري. ففي كتير أمراض بتصير الأعصاب بحد ذاتها، غير موضوع التهاب العصب الوركي وغير مشاكل الظهر. فهذا بيعتمد على تخطيط الأعصاب. تماما. أكيد هاي فقرة التشخيص أكيد راح نحكي عنها كتير. طيب دكتور، هلا المستمع والمشاهدين عم يسألوا طيب يا دكتور شو هن العوامل الممرضة، عوامل المسببة، الأسباب يعني؟ تمام. إيه؟ هلا بالنسبة للعوامل المسببة حكينا بداية الحديث انه قد تكون امراض وراثية. امراض وراثية انه في رخاوة أربطة بالفقرات عند عائلات، يعني الفقرة في الرباط طولاني الأمامي وفي الرباط الطولاني الخلفي، هذا اللي بيثبت الفقرة ما بيخلي الغضروف يترم. ففي كتير ناس بتلاقي عندهم رخاوة أربطة. شنو في رخاوة أربطة بالركبة؟ أكثر من شخص بالعائلة مصاب بالحالة. في كمان هذا تكون أسباب وراثية. العوامل الثانية هي طبيعة أو نمط الحياة. جميل جدا. يعني مثلا واحد مقضي حياته برفاهية ومش شايل كيلو، ما راح يصير له جسم. واحد معتر مسكين مقضي حياته بالشغل وأشغال تعب. فنمط الحياة، طبيعة الجهد الفيزيائي والأعمال الشاقة، هذا عامل مسبب جدا درجة أولى. طبعا شغله كتير مهمة، في كتير الناس اللي طبيعة عملهم يستوجب انه بيشيلوا شغلات ثقيلة، بيتعاملوا مع رفع الاشياء او الشغلات الثقيله باسلوب غلط. انه مثلا جنابي، ما والله الدكتور ما كان فيني شيء، شلت جبت الغاز بايد واحده وطلعت على الطابق الثالث ومباشره حسيت صار كهرباء برجلي، هذا بيكون صار معه ديسي. يعني اذا اضطر الانسان او يشيل شغل لازم يشيله بيدين وتنتين. مشان كفيزياء الجهد يتوزع على الطرفين، ما يكون على الطرف. يعني الهدف من الفكره اذا واحد اضطر يشيل شغله لازم يعرف شلون يشيلها، باي طريقه يشيل، ما يصير ضغط على الظهر. طبعا الامور الوقائيه كمان لها دور، اللي هي تقويه عضلات الظهر والبطن. يعني المرضى اللي عندهم مشاكل بالظهر لازم في مجموعه تمارين وحركات يعملوها مشان يقوي عضلات الظهر والبطن، يعني كمعالجه فيزيائيه يعني. تماما، حلو كتير. دكتور لما نحكي عن موضوع التشخيص من شوي حكيته كمان يعني وسعته بشكل جميل جدا، كان انه المريض اجاكم على العياده او بحاله اسعافيه على المشفى،
بالعيان اكيد المريض بيجي بيشكي، دائما الشخص بيحط ايده بمكان الوجع سواء كان بالصدر او البطن او الظهر، فبيكون واضح يعني المريض هو. لكن الوسائل التشخيصيه اللي بتلزمكم لتبتوا بالحاله النهائيه شو هن البروتوكول؟ هلا البروتوكول العلاجي هلا اول شغله وابسط التشخيصي شغله دكتور. موجوده منذ سنه في التاريخ نعم. عندنا الصوره البسيطه. اها. الصوره البسيطه كمان على فكره كتير بتعطي معلومات، حلو. بس هلا بيظل التكنولوجيا والتطورات اللي صارت تهمل نوعا ما. نعم. الصوره البسيطه كتير احيانا بتعطينا معلومات، يعني مثلا نحن من خلال الصوره البسيطه بنعرف اذا في انقراص فقرات عند المريض ولا لا، يعني الفقره كارثه على بعض. حلو. انزلاق الفقرات لا تشخص الا بالصوره البسيطه عن طريق اجراء صور جميل ديناميكيه جدا. نسميها وضعيه العاطف ووضعيه البصر، بتحدد شو نوع الانزلاق، هل هو ثابت ولا متحرك، شو درجته، هدول من خلال الصور جميل البسيطه. جدا. الآفات الانهدامية المرضية الورمية اللي بتخرب جسم الفقرة نحن من خلال الصورة البسيطة بنشخصها. أما حاليا بهالتكنولوجيا الرقمية والعولمة والوسائل التشخيصية هن أول شيء الطبقي المحوري، وأخيرا هو الرنين المغناطيسي. هن اللي بيحددوا بشكل نهائي صراحة وبدقة المشكلة بالعمود الفقري، سواء كان على مستوى الفقرات، على مستوى النخاع الشوكي، على مستوى الأعصاب، يعني خاصة الرنين يعني بيحدد بشكل دقيق، خاصة بالنسبة لآفات النسيج الرخوي اللي هن الأعصاب والنخاع الشوكي. تماما. طبعا هذا لا يغني الاستغناء عن الفحص السريري والقصة المرضية 50% من التشخيص هو القصة المرضية، هن 10-15 دقيقة اللي بنحكي فيها مع المريض، هاي هي 50% بتعطينا معلومات. تماما. بنوجه تحية لجميع اللي عم يشاهدونا، وحقيقة هو برنامجنا بيحظى بحضور زملاء الأطباء اللي بنستضيفهم، هن زملاء أيضا بيشاهدوا البرنامج. وبنوجه تحية للدكتور أحمد عبد الله، وعم يوجه لكم تحية لك كاك عماد والدكتور دياب. جميل جدا لما بيكون الدكتور نفسه عم يتابع زملائه وبيوجه سلامات وتحيات. ونحن برنامجنا صحيح هو بيستهدف المستمعين والمواطنين طبعا، ومشكورين أطبائنا أطباء المنطقة، يعني جهودهم مشكورة. ونحن عبر منبر إذاعة بوير بنوجه لهم تحية لكل اللي أصبحوا ضيوف بهالبرنامج هذا، ووجهوا المعلومة الصحيحة عبر منبر بوير، والمعلومة الجديدة والحديثة وكفاءاتنا اللي نحن بنفتخر فيها بنوجه لهم تحية عبر برنامجنا. بنرجع لموضوعنا دكتور. هلا بعد التشخيص أكيد الطبيب يعمل له وصفة، علاج، كورس، عمل جراحي، إجراء معين. شو هو موضوع العلاج؟ بالنسبة لبروتوكول العلاجي أستاذ عماد قلنا حسب الديسك ودرجته. نعم. يعني فرضا إذا كان الديسك درجة أولى هو علاج محافظ دواء، يعني بنعطيه دواء مع راحة أسبوع أسبوعين بالفرشة، ممكن المريض يستفيد. إذا المريض ما استفاد ممكن نعمل له معالجة فيزيائية، شد قطني، المريض بيرتاح. الديسك درجة الثانية كمان ممكن فترة نعطيه علاج محافظ، نعطيه دواء كورس علاجي كمان أسبوعين 3. يعني الهدف من الفكرة بالموضوع دائما في يعني أغلبية المرضى، يعني حتى إذا كان ديسكون كبار، يعني طبيعة البشر أنه بيخافوا من موضوع الجراحة، دائما بيلجوا إلى العلاجات السهلة الغير جراحية نحن بنسميها. صح. فيعني مثلا إذا أجانا مريض وعنده ديسك كبير وأنا واثق إنه ما راح يستفيد، بس بعطيه كمان دواء مشان المريض يوصل إلى قناعة تماما. الدكتور قال لي ترى ممكن ما تستفيد، بس راح أعطيك الدواء جرب، مشان يكون إذا ما استفاد على العلاج الدوائي يكون مهيئ للجراحة. تماما. فدائما البروتوكول العلاجي أول نقطة هو راحة شبه مطلقة بالسرير لمدة أسبوعين 3 مع دواء، ممكن المريض يستفيد، ما استفاد ممكن ننصحه بالمعالجة الفيزيائية كمان، وإذا ما استفاد على المعالجة الفيزيائية نلجأ إلى الجراحة. يعني هي عندنا بالكتب مذكورة في استضبابات الجراحة. تماما. استضبابات الجراحة يقول لك الألم المعند المزمن على العلاج الدوائي أكثر من أسبوعين 3 مع راحة بالسرير، معناته هذا بده جراحة. طبعا نحن لما نقول جراحة ديسكات الدرجة الثانية والثالثة، أما ديسكات الدرجة الأولى على الحالتين علاج محافظ، أسبوع 3 أسابيع الشهر راح إجا، على الحالتين المريض راح يتحسن، ولكن يتعرض لنكسات، ولكن المريض بالمحصلة
علاج محافظ وراحة. طبعا مريض الديسك بشكل عام أنا دائما عم بحكي للمرضى أنه الديسك هو عبارة عن قنبلة موقوتة بظهر المريض، مثل اللغم ممكن أي دقيقة بينفجر. فالمريض اللي معه ديسك سواء كان صغير ولا بده دائما يدير حاله، أكثر من 4-5 كيلو ما بيشيل، ما يتجنب البرد، الوقوف الطويل، الجلوس الطويل، كل نص ساعة لازم يغير الوضعية اللي فيها مشان هالأمور هالديسك الصغير ما يطور عنده مستقبلا يصير درجة ثانية أو ثالثة، الأعراض تزيد وتوصل لمرحلة الجراحة. تماما. يعني بده يداري حاله تماما، لانه الديسك بيترقى دكتور، اذا انهمل يعني راح يترقى. انا دائما بحكي للمرضى مثل ما يحكوا عندنا بالمنطقه بدك تخاويه. اكيد بدك تخاويه. اكيد. دكتور هلا هذا كنت انا محضر هيك موضوع انه المريض المؤهب يكون يعني يصير معه ديسك رقب، عفوا ديسك فقرات قطنيه او الام الفقرات القطنيه، مين هو هذا المريض يعني المؤهب؟ اي شرايح يعني المرضى او الناس اللي عندهم طبيعه عمل فيها جهد او ضغط فيزيائي، هذول اكثر شريحه معرضين انه يصير عندهم مشاكل الظهر. يعني عندك مثلا في شريحه العمال، نعم، الحراس اللي فيهم كتير شغل، صح، تعب ووقوف طويل، هذول معرضين اكثر لانه نعم. نتيجه الضغوطات والحمولات المتكرره بيشيلوها. يعني حتى السائقين ايضا بقول بيشكوا لك كثير دكتور، حلاقين حلاقين اي مهنه يتطلب فيها الوقوف الطويل او نعم. الجلوس الطويل معرضين. فانا دائما بنصحهم يعني بمكان عملهم كل نص ساعة يريحوا تغيير وضعية، يريح الفقرات القطنية، لأنه الجلوس الطويل بيعمل تشنج عضلي، بيعمل انقراص فقرات، وهالانقراص الفقرات مع الأيام بيعمل تمزق بالحلقة اللي فيه وبيعمل ديسك. فدائما تغيير الوضعية الفيزيولوجية بين التسطيح والاستلقاء ضرورية كتير يعني. تماما. رح أذكر مستمعينا للي جديد انضموا لنا، أنتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو دكتور ذياب حمزة العلي، اختصاصي بالجراحة العصبية. حكينا بما يعني فيه الكفاية، وحقيقة معلومات جدا قيمة وجميلة. نحن بانتظار أي حدا عنده سؤال، إنه رح ننتقل لفقرة التوصيات والنصائح اللي هي لب حلقتنا دائما يعني. وإذا في معلومات أيضا حابب الدكتور يطرحها، أو أي محور نحن ما ناقشناه خطر على بال الضيف، نحن دائما دكتور بحلقتنا بنوجه تحية للي سمعونا وللي شاهدونا، وتوصيات من عند الطبيب، سواء جملة المعلومات اللي ذكرتوها. هلا بالنسبة إلى التوصيات وعوامل الوقاية، أول شغلة هو موضوع الوزن. الوزن كتير ضروري. يعني أي مريض عنده زيادة وزن نحن بننصحه انه يخفف الوزن، سواء كان عنده آلام قطنية، آلام ظهر، او ممكن مستقبلا يتطور عنده. فضروري جدا يتوقف على موضوع الوزن ويخفف الوزن، انه بيصير ضغط زايد على الركب، تعمل مشاكل بالركب، تعمل مشاكل بالظهر. فالوزن كتير له دور. اثنين، طبيعة المهنة دور أساسي كمان بالموضوع. صح. يعني هدول الشرائح المجتمع، مثلا الموظفين اللي بيجلسوا ساعات طويلة، نعم. الأعمال الإدارية، الحلاقين، حتى نحن الأطباء الجراحين 7-8 ساعات بنوقف يعني العملية. نعم. يعني منح الاستراحات للشخص اللي بيشتغل او بيعمل، يعني انه يريح حاله، حركات معينة بيعملها، استلقاء، تقوية عضلات الظهر والبطن، يقي من موضوع البرد، بتزيد الآلام القطنية اللي عنده مشاكل بالظهر، الحركات العنيفة يتجنبها، الأوزان الثقيلة يتجنبها، يعني وقاية ضرورية يعني. تماما. تغيير نمط الحياة حتى دكتور، يعني مثلا من شوي حكيته أيضا، يعني للي هن مو مطلوب منهم أنه يضلوا قاعدين، يعني ستات البيوت اللي بيشيلوا أغراض أكثر من أوزانهم، يعني حتى هالفقرة هاي كمان يعني بظن أنه هي من أحد التوصيات يعني دكتور. إذا ضل شيء حابب تعلق عليه دكتور، نحن ممنونين لحضوركم الجميل ومعلوماتكم القيمة. شكرا لكم دكتور ذياب. أهلا وسهلا أستاذ. بس أنا هيك حابب من خلال البرنامج أستغلها بالنسبة لموضوع آلام الظهر، كونه حكينا بداية الموضوع. ألم الظهر كتير شائع ومنتشر. في كتير ناس يلجأوا إلى أفكار غير صحيحة، غير طبية،
يعني بسموها الطب العربي او الشعوذات، نحن خلينا نسميها هيك مشان اللي عم تماما يعني. يشاهدونا يضحكوا شوي. انه والله انا رحت عند فلان وربطني بالعمود وحط تماماً. لي كم خمره وتمره وما بعرف شو خيو الطب البديل، خلطات ما بعرف خلطات. غير طبعا انا بنصح مجهولة. اي واحد عنده وجع ظهر اكثر من 10 ايام ما استفاد او ينكس ان يلجأ الى طبيب مختص بالعمود الفقري، هو طبيب الجراحة العصبية من مكانه بأي مدينة، وما يتأثر بكلام جارته وفلان هيك عمل نعم. فلان هيك عمل. انه كثير استاذ عماد بيجونا على العيادات مرضى جايين بالمراحل الاخيره للمرض، للأسف. يمكن والله قال على اساس ما في شيء، و انه اخر فقرات العصعصيه على اساس ما بعرف داي ام احمد ام حسين لعب تماماً. فيها، قال فايته لجوا وشالها نعم. وحركها وخرب. هاي كتير دارجة عندنا بالمنطقة، بيكون المريض عنده ديسك بمراحل الأخيرة مستوي واصل للجراحة، وين كنت يا أخي ليش متأخر على حالك؟ يعني أحيانا بيجينا بهبوط قدم، الرجل صاير تماماً. رخوة، صاير عنده انفلات مسارات، العفو بيعملها على للأسف. حاله، للأسف. والله إنه على أساس قالوا بوجك تماما. لعبان فيها خيو وعامل له خلع او كسر. فلا ينصح لاي مريض عنده مشكله بالظهر انه لا يعني يلتجئ فقط الى الطبيب المختص فقط بدون اللجوء او الى اي شخص اخر غير معني بالموضوع وما عنده كتير يعني خبره بهذا الموضوع نهائيا. ما في شيء بالطب اسمه الطب الشعبي والطب البديل. ياما اجونا مرضى مكسحين وصار عندهم اسيات. نعم، نتيجة يعني تداخل خاطئ من قبل أشخاص غير مؤهلين علميا ويعني مختصاص يعني ما عم يفهموا هالشغله، فبيكون بدل ما يخدم المريض أزال المريض يعني. مؤكد. نعم. جدا شكرا على الملاحظة الجميلة جدا دكتور ذياب حمزة العلي، وشكرا لحضوركم الجميل ومعلوماتكم الطيبة. الله يعطيك العافية أستاذ عماد، ويسلموا على البرنامج. شكرا لحسن استماعكم مستمعينا ومتابعينا، على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة.